لو مش عارف مصطلحات البيزنس دي ومعانيها كويس اقفل. والله اقفل، البيزنس ده مش لعبتك. شال مهندس ابتعد. طب ايه هم المصطلحات دي؟ علشان ما اطولش عليك هديهم لك خمسات، ودول اول خمسه. المصطلح الاول كوست اوف اكوزيشن او تكلفه اكتساب العميل. دي بقى التكلفه اللي بتدفعها علشان تجيب عميل جديد. هديك مثال، لو دفعت 1000 جنيه في اعلان على فيسبوك جالك منه 10 عملاء، يبقى تكلفه اكتساب العميل بتاعك هي 100 جنيه. تاني مصطلح الجروس مارجن او هامش الربح الاجمالي. ده الفرق بقى ما بين سعر البيع وتكلفه المنتج قبل ما تخصم المصاريف التانية. هديك مثال، بتبيع منتج ب 500 جنيه وتكلفته عليك ب 300 جنيه، يبقى هامش الربح فيه هو كام؟ صح، 200 جنيه، او لو حولته نسبة فهتبقى 40%. ثالث مصطلح بقى يا سيدي هو الكاش فلو. ده بقى الفلوس اللي داخلة وخارجة من البيزنس بتاعك خلال فترة معينة. يعني مثلا في شهر يناير كان دخلك 20000 جنيه، صرفت منهم 15000 جنيه، يبقى الكاش فلو بتاعك كام؟ بلس 5000 جنيه، ايجابي يعني. طب لو العكس، يعني لو دخلك 15 وصرفت 20، يبقى الكاش فلو بتاعك ايه؟ نيجاتيف. اللهم احفظنا يا رب. طب رابع مصطلح ايه بقى؟ النت انكم. ده بقى الربح اللي بيفضل لك بعد ما تخصم كل حاجه، تكلفه المنتج، الاعلانات، الايجارات، المرتبات وغيرها. يعني سيادتك بعت مثلا ب 50000 جنيه، التكلفه والاعلانات والمصاريف كلها كانت 40000 جنيه، يبقى صافي الربح بتاعك كام؟ 10000 جنيه. طب وخامس مصطلح الايكويتي، ودي بقى هي قيمة ملكية أصحاب المشروع في الشركة بعد ما نخصم كل الالتزامات اللي هي الديون من أصول الشركة بالمعادلة البسيطة دي. يعني حقوق الملكية بتساوي الأصول ناقص الالتزامات. فمثلا شركة عندها أصول مباني بضاعة كاش مثلا ب 500000 جنيه، وعندها التزامات وقروض وديون وموردين ب 200000 جنيه، يبقى الإيكويتي كام؟ 500000 ناقص 200000 يساوي كام؟ 300000. يبقى ال 300000 دول هو المبلغ اللي بيمثل حق أصحاب الشركة في صافي أصولها، واللي بيتوزع بنسب معلومة في عقود التأسيس. بس كده يا سيدي، اعمل لايك وشير وسيب كومنت حلو لو عايز نكمل في السلسلة دي.